السلام عليكم اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده الصراحه بصوا هو كان عن غارات عاصمه القبيله، بس للاسف حصلت حاجه غريبه جدا. في البدايه ما تنساش تصلي طبعا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتذكر الله، واهم حاجه طبعا بعد الصلاه على سيدنا محمد وذكر الله انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك، يعني عايزين نوصل بقى 500 مشترك قبل نهايه السنه. تشرفني بكومنت تحت تقول لي هل انت وصلت مثلا جبت 17,000 قبل كده ولا لا. انا بصراحه اتصدمت ان انا جبت المبلغ ده كله في غارات اسمنت القبيله كلها، لان هم 6 هجمات بس، وطبعا بيبقوا صعبين ومحتاجين تركيز كبير. طبعا في البدايه زي ما انا قلت لكم كده ان الجهاز علق وما سجلش اي حاجه. فاول حاجه طبعا مش مهم الموارد، تعلم الموارد دلوقتي اللي هي العمله عشان نصرفهم. عشان هنا 350. خش هنا جوائز، شوف فينا ولا لا. حلو، في هنا من دولة العاصمة دي 1000، في تاني في 500، في تاني. طيب أظن كده مفيش تاني. طيب هنطلع فوق نشوف الترقيات اللي احنا عايزين نرقيها. ممكن مثلا نخش هنا عندنا معانا 19,000، طبعا أنا صرفت حوالي 20,000 من شوية، وهو دي النت كمان بدأ يعلق. آه نشوف ايه اللي محتاج في أنقاض هنا. عادي بناء ماشي، يلا مش مهم يعني ايه، احنا هنساهم بيهم على طول ولا كأننا عملنا حاجة. وادي الموارد بتاعتنا ضرب بسرعة. طيب تعال نشوف هجماتي على ورشة البناء التفاصيل. تعال ندوس إعادة العرض زي ما انتم شايفين. تعالوا ندوس إعادة العرض. أول حاجة طبعا جبت 46%. بص الجيش اللي أنا كنت واخده، كنت واخد 11 زي ما انتم شايفين، 11 من العملاق، 6 من الأرشر اللي بيختفوا، 3 من فجر الأسوار، وواحدة غضب، واتنين من البرق. طبعا انا كل مره كنت بهجم من عند الساحل من منتصف التصميم، فقلت انا ليه بهجم من منتصف التصميم؟ طب ليه؟ وبما ان هنا يعني وانا الدفاع بتاعته كله عند اللي هي ورشه البناء اللي هي مركز القريه يعني، فقلت اما اهجم من الجنب من هنا اشوف ايه اللي هيحصل. بس اللي حصل طبعا استرجع لكم الهجمات. اول حاجه فتحت السور، بعد كده نزلت بالعمالقه. طيب نزلت بالارشر بس مسح. تمام. بعد كده زي ما انتم شايفين نزلت بواحد تاني من اللي هو بيفتح الاسوار ده، مفجرين الاسوار ده. طبعا مجرد ان انت بتمسح الحته دي التصميم هيتفتح معاك لحد هنا، وهو ده المطلوب لان ده هيبقى اخطر سلاح هنا في القريه، فانا كنت عايز امسح اللي هو هنا ده. ماشي، انا كده الجيش بتاعي اتمسح، لسه فاضل تقريبا خدنا 2885. ماشي ندوس على العرض التاليه. بص زي ما انت شايف برضه ده اصعب حاجه، فحاولت ان انا اقضي عليه بسرعه باللي هو مفجر الاسوار ده، لان هو طبعا النطاق بتاعه ان هو ما بيضربش اللي جوه النطاق بتاعه، ما فيش اي حاجه تانية هتضربه، فاستنيت شويه. بعد كده نزلت عملاق يقضي لي على ده، او الهي عشان ارشر يقضي عليه. بعد كده طبعا نزلت العمالقه تقضي لي على المربع ده ليمبرج. سبت معايا تعويذة الشفاء، الجندي طبعا هنزله دلوقتي المفروض عشان ننضف لي الدنيا. زي ما انتم شايفين ما خدش معايا اي وقت، يا دوبك هجمتين انك تمسح القريه دي كلها، ودي طبعا بتبقى من هجمتين لثلاثه. لو عملت اكتر من كده يبقى انت اكيد غلطت في حاجه، حاول تصلح من نفسك. والامر كله مش واقف على الاستراتيجيه، الامر واقف على تفكيرك، تشوف هتبتدي ازاي وهتهجم ازاي. زي ما انت شايف انا هنا هجمت هجمتين، هي كانت هتتمسح في هجمتين بس انا استغبيت شويه. بص دايما انا كنت بهجم من هنا، لكن دلوقتي انا هحاول انزل زي ما انت شايف من هنا. اشمعنى من هنا؟ لان لو مسحت طريقه الدفاع تبقى لي النص اللي فوق ده اللي هو عند الاثنين دول مثلا، فده هيبقى امر سهل وهقدر ان انا امسح بكل سهوله. زي ما انت شايف ان انا فتحت السور، نضفت، بعدين نزلت انضف طبعا. بعد كده اكيد هنزل بالعمالقه كلهم. مش عارف ليه الفخ ده على طول بيجيب الارشر اللي هو بتاع اللي بيتزحلق زي قذيفه الجذوع ده. المفروض كنت هنا ارمي، ايوه بالظبط، اللي هي تعويذه الشفاء، بس كان المفروض من بدري شويه، بس كويس ان ما كانش في دفاعات كتير. طبعا عشان اخلي الجنود ما تروحش كده، كده كده هتمشي ناحيه الدفاعات دي لان هي اقرب لها، فالحمد لله. طيب كان معايا انا البرق طبعا هدفته هنا. انزل وراهم بقى الارشر عشان يمسحوا معاهم بسرعه. طبعا دول سرحوا دول وماتوا يعني ما عملوش اي حاجه.
طبعا انت كده عملت انجاز انك تجيب نجمتين، و59% دول لوحدهم انجاز، ويبقى لك نص قريه اللي هي تقريبا الحته اللي هي فيها بس اصعب اتنين اللي هم دول. الغباء بقى هنا في ايه؟ ان انت بالعقل لو انت فاضل لك دول، تمام، سيبك انت من ده او ده او ده، انت فاضل لك الحته دي، المفروض بالعقل تنزل من هنا. دي اول غلطه. تاني غلطه، المفروض برضو ان انت كنت تقلل في العمالقه وتزود في الارشر. اشمعنى؟ عشان تقدر تقضي على واحد من دول مع تعويذه الغضب. فلما تقضي على واحد من دول مع تعويذه الغضب بيبقى لك العمالقه، هتقدر تقضي على ده بكل سهوله. لو دخلت مجاله مش هيقدر يضرهم، لان هو سلاح بصراحه. هتشوف قضى على العمالقه في قد ايه، يعني 11 عملاق ما عملوش اي حاجه في التصميم. بص الغباء بقى، بص انا هجمت منين ودهولت الدنيا خالص. بص طبعا هنسرحها. طبعا نزلت العمالقه من عند القوس هنا، وكنت بحاول ان انا الهي هنا زي ما انت شايف، عشان يعني ايه امسح بسرعه، لان ضربتين بالظبط واتقضى عليه. يعني يا ريتني حتى استفدت من الغضب. لا ده انا نزلت، المفروض كنت خدت على الاقل تعويذه الشفاء. مفيش، ما عملتش حاجه خالص. دي بقى اكتر هجمه انا يعني استحمرت، مش استغبيت، لا استحمرت فيها، مع الاعتذار للحمار طبعا. زي ما انتم شايفين ما استفدتش اي حاجه، كنت ممكن تمسحها على هجمتين بس. التركيز مش عارف كان زيرو. كنت فرحان ان انا طبعا بهجم اسمه ده، وبضيع اي قريه قدامي بسهوله. تعالوا نشوف وادي الساحر التفاصيل. طبعا انا مسحته في هجمتين. تعال نشوف اول هجمه جبت 41 والثانيه مسحتها خالص. تعال نشوف تفكيري ماشي ازاي مع دي بالعقل. هنوقف بس دقيقه. زي ما انت شايف انا طبعا نزلت منها. انا على طول متعود لما باجي اهجم على وادي الساحر بنزل من هنا كده من عند برج ده، عشان بنزل مثلا بجندي من دول، من اللي هو اللي بيفجر الاسوار، او جندي العادي، عشان ياخد كل الفخاخ اللي هنا ويطلع لي كل الفخاخ عشان اقدر اقضي عليه. المره دي عملت حاجه مختلفه. انا نزلت من عند القوس ده والدنيا اللي هنا دي، بحيث ان انا اقضي على ده، افتح لي الدنيا دي عشان اقدر بعد كده اقضي على ده اللي هو الانفيرنو اللي هنا، واخش من هنا. زي ما انت شايف هنسرع، وطبعا نبتدي نعرض لك. زي ما انت شايف نزلت بعمالقه كلهم. طبعا كنت عايز افتح السور ده، راح فتح لي هناك، ويا ريته فتحه تقريبا. لا فتحه، ما خدتش بالي بقى. ده ساب الدنيا برضو وراح عايز يلف. مش عارف الجنود دي كانت مالها معايا النهارده. طبعا اهم حاجه وانت بتهجم اللي هي المدفع اللي بيضرب عليك بتاع الخصم ده، فانت لازم تقضي عليه بسرعه، فعشان كده نزلت ارشر كتير. طيب زي ما انت شايف فتحت التصميم زي ما انا كنت عايز، بس انا دلوقتي عايزهم ياخدوا كل اللي يقدروا عليه من جوه، عشان اقدر بعد كده امسح الاطراف دي. والانفيرنو ده طبعا هيبقى اصعب حاجه ليه. بعد العرض التالية، بص بقى كانت فكرتي ان انا بالاتنين راكب الخنازير ده هاخد الانفيرنو ده، بالعمالقه هجيب ده، يبقى كده التصميم بتاعي تقريبا خلص. طبعا مشكلتي هتبقى في البتاع بتاع الدفاع بتاعهم، فجايب لهم المدفع يعني، فجايب لهم الارشر كتير شويه. طيب تعال نشوف الهجمه نسرع. ادي العمالقه نزلت وراهم واحد ارشر عشان يقدر عليه بسرعه. زي ما انت شايف المدفع نزل. بس كويس يعني طلعت الاول. وان شاء الله هبقى اوريكم خدت كام في غارات عاصمة القبيلة. ان شاء الله مش هيقل عن 700 من اوسمة الغارات. بس ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو وعجبتك الاستراتيجيات ما تنساش اللايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس، وعايزين نوصل 500 مشترك. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.